مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين محمد صلاح والنجم محمد عرف. الله عليك. طب بالنسبه للنجوم والنجوميه كده، موضوع أيوة. الحلقه عن ايه؟ موضوع الحلقة الجديدة هنتكلم فيها يا أستاذ عرف عن حاجة مهمة جدا في السينما، وهي الممثلين اللي بيعملوا دايما أدوار تانية مش دور البطل الرئيسي، وساعات الممثلين دول بيبقى دورهم مهم جدا او اهم من دور البطل الرئيسي او بينوروا اكتر. بالظبط. بس نخش الأول بإيه؟ بالانترو. يلا بينا. اكشن. قول لي كده على ذاكرتك، طبعا انا هيحضر لي طبعا اسماء كتير، بس توب اوف مايند حسن حسني، خصوصا طبعا. بعد بدايات الالفينات. يعني هو كان بيظهر زمان ورأفت الهجان وغيره، بس هو نور قوي من بدايه بقى ما طلع مع استاذ شريف عرفة. الجديد استاذ شريف عرفة هو اللي اداله فرصه جديده مع الجيل الجديد من مم. اول عبود والناظر وكده، ان هو يبتدي وبعد كده بقى مفيش فيلم اي شاب ما بيعمله فيهوش حسن حسني، ما فيهوش حسن، واسلوبه كان مميز وفي اوفر طريقة مبلوع، اوفر جميل كده. ما بلاش بقى البدع. لا هو رهيب والله العظيم صدقني عارفه بجد. هو معظم الافلام اللي عملها كان مع ممثلين كوميديانات، انا ساعات بيضحكني هو في المشهد اكتر من الممثل الكوميديان اللي معاه، فاهم؟ كان استاذ. دلوقتي مثلا يعني قريب منه استاذ سامي مغاوري. انت فظيع. استاذ سامي مغاوري ده تحسه كده راجل يحب يهزر وليه تقطيعه كده في الكلام ده. ازيك يا عرف؟ انت كويس. انت كويس. انت كويس. يرمي كده من تحت. طبعا ليا مشهد معاه لسه ما نزلش. نعمل بقى اناونسمنت بقى يا استاذ عرفة. ايوه، انتظروا استاذ محمد عرفة في فيلم اول ليله. ايوه ان شاء الله مع احمد حاتم وآية سماحه وخالد كمال، وانا مشاهدي مع استاذ سامي مغاوري زي ما قلت بالظبط. مشهد مفاجاه بقى، مش هنحرق لكم اي حاجه، بس ان شاء الله ينزل في السينمات قريب ان شاء الله. ويا ريت بقى كله يتفرج على الفيلم ان شاء الله. هنبقى نقول لكم ساعتها. اكيد. انا حابب برضو ارجع، يعني خلينا نرجع من زمان وبعد كده نخش على دلوقتي. يعني نتكلم في الممثلين الجراندات او الكبار. افتكر من زمان مثلا قوي محمود المليجي. تمام. يعني محمود المليجي ده عمره ما عمل دور البطل، ولكن بجد كان ممثل خطير جدا جدا، بدايه من افلامه مع فريد شوقي. كان فريد شوقي هو البطل وهو البطل التاني اللي قدام فريد شوقي، او هو الشرير اللي قدامه على طول. مرورا بقى بالافلام اللي عملها مع يوسف شاهين، زي فيلم زي الارض مثلا، او اسكندريه ليه، او الافلام دي. لا وانا في ذاكرتي هو بطل، هو بطل في حتته. ما احنا عايزين نقول ان الممثلين بتوع الادوار التانية دي هو بطل في الحته دي، يعني برضه هو يسمى بطل في الحته دي. فمحمد المليجي ده مثلا افتكر كان يوسف شاهين في الانترفيو كان بيقول لك يا ده ممثل عبقري، ده بيقول لك بس حطه كده قدام الكاميرا وسيبه هو هيتعامل بقى، فاهم ازاي؟ بيمثل بعينيه. يعني تبص في عين محمود المليجي ده خلاص انت مصدق ان هو الشخصيه ومصدق ان هو كل حاجه. فمن الممثلين التقال جدا 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 من زمان. لازم نمشي من الاخر للاول. لا زي ما انت عايز. انا اشتقت لرامز جلال ايام ما كان بيعمل دور تاني. ايوه كان رهيب، كان كوميديا في الباشا تلميذ و55 اسعاف عيال حبيبه وميدو مشاكل عيال حبيبه. فاكرين لو اللي شاف منكم حلقه الافيه بتاعك اللي هو بتاع رامز جلال ممكن اعمله فايبريشن. ده كان في الباشا تلميذ. ده كان حلو جدا. مثلا نفتكر برضو من الجراندات بتوع زمان شويه مصطفى متولي. وافلامه مع عادل امام طبعا. عادل امام ومسرحيات طبعا. هو من اكتر الناس برضو اللي كانوا مميزين جدا في حته البطل الدور الثاني، مثلا في جزيره الشيطان مع عادل امام. مثلا الدور اللي كان عامله برضو في اللعب مع الكبار. كان عامل ضابط امن الدوله. ايوه. لا هو معظم افلامه كانت مع عادل امام، بس بجد كل دور كان عامله مختلف عن التاني. دي حقيقه. كان ممثل تقيل قوي، ممثل جامد بصراحه. يعني برضه مصطفى متولي الممثلين الجامدين الله يرحمه. عندك مثلا بقى الجيل اللي بعد كده شويه، مثلا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، خالد صالح، طارق عبد العزيز. خالد صالح كان في الاخر بيعمل حاجات هو بطلها وهو يستاهل، هو عنده كاريزما. اتنقل من الدور الثاني للبطوله. بس هو من اول ادواره
من الادوار الصغيره وهو عنده كاريزما رهيبه. هو بدأ بمشهد مفتقده جدا جدا طبعا جدا. طبعا بدأ بمشهد في محامي خلع ثم تيتو، وقبليها كان في جنة الشياطين شفنا مشهد واحد برضه. وبعدها بقى تيتو طبعا كان النقله، كانت النقله في تيتو، وبعد كده ابتدى يعمل الادوار الثانيه بقى سواء في مثلا فاكر في عمارة يعقوبيان لما عمل 4 مشاهد بس، ال4 احلى من بعض. طبعا كان ويقدر يبلور لك دور كامل في 4 مشاهد بس. هو اتكلم كتير عن الدور ده وان هو كان مجتهد فيه، ان هو عايز ياخد مساحته من خلال ال4 مشاهد. مش 4 مشاهد قصيرين، هم طوال بس. ومع مين؟ قدام نور الشريف. يعني نور الشريف. وتخيل ان يعني ما شاء الله عليه، هو كان لا يسد يعني تحس ان الجنبين مفيش حد كده وحد كده، لا الاثنين كده في الكادر. هو طالع عنده سلطه على نور الشريف، يعني هو طالع هو الشخص الاقوى في المشهد كمان. هو طبعا هو تقيل جدا. هو يعني مثل مسرح من زمان واستوى على الهادي قوي على ما طلع الموهبه الجباره دي طبعا. على نفس النهج طبعا خالد الصاوي رفيق الرحله والكفاح بالنسبه له. خالد الصاوي ده ممثل عظيم رهيب، وبرضه اتنقل من فكره الدور الثاني للبطوله. وان كان دلوقتي رجع بيعمل ادوار بطوله ثانيه، او يعني هو برضه رجع دلوقتي بيعمل بطل ثاني، ولكن عمل ادوار كتيره مختلفه مع بعض، يعني من اول الباشا تلميذ برضه مع احمد حلمي. اللي هو كان بيقول له في ظرف طارق. ايوه ظرف طارق طبعا. يا مان سقرة كده في ظرف طارق، وبرضه في عمارة يعقوبيان طبعا الدور الجميل اللي عمله. وعندك بقى الحرامي والعبيط، وعندك كباريه والفرح. أيوة. بحب دوره في كباريه. هو بطل من ابطال الافلام دي، كباريه والفرح. هو بطل كباريه والفرح كانت بطوله مشتركه. وفي بقى لما عمل خاتم سليمان وجراند مش جراند اوتيل، اسمه اهل كايرو طبعا. اهل كايرو بحب انا، وبحب في مسلسل برضه اسمه قانون المراغي، بحبه جدا ليه برضه. كان هو بطل فيه. لا سواء بطل اول او بطل تاني هو رهيب. ايوه هو رهيب جدا. في حد برضه عايزين نفتكره جدا، طارق عبد العزيز. الله يرحمه. الله يرحمه، ممثل طبعا. انا بالنسبه لي ده كان ماشي على خطى ماجد الكدواني، وكان ماجد الكدواني الثاني بالنسبه لي. بالظبط كاريزما وحضور وكل حاجه ينفع في الفتره يقدر يضحكك او يعيطك. كان بيعمل ادوار مختلفه جدا في الفتره الاخيره، عارفه، ومش كوميدي بس. لا هو الاول كان في الحته الكوميدي لما طلع في اصحابه ولا بيزنس وبتاع والحاجات دي، بس بعد كده لا ابتدى يعمل ادوار دراما بشخصيات متنوعه جدا، فرحمه الله عليه يعني. بفتقده جدا 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 على المستوى الشخصي والفني يعني. طبعا ممثلين كتير اللي بيعملوا ادوار تانية وبنحبهم. عندك مثلا في الجيل الجديد في محمد سلام طبعا. انا احبه جدا في الادوار التانية، بيشيل بيفرش وبيقفي مع اي ممثل كوميدي طبعا. انا احب اشوفه في الكوميدي اكتر من الجد. كنت سامع ان هو بيعمل مسلسل جديد مع واتشت، ما اعرفش ليه ما نزلش. هينزل قريب. هينزل. انا سمعت انه هينزل قريب، بس هو البطل. البطل. مستنيه جدا في حاجه بطولته، لان هو ممثل مجتهد وشاطر جدا. مختلف. عايزين نشوف. بس مثلا في الكبير كان اكتر شخصيه بتضحكني هو طبعا عامل الغباء مع حرف الدال مع كده. ايه يا سيدوني مالك؟ بتلقائيه رهيبه. لا هو سلام ممثل تقيل، وطبعا بيعرف يرمي افيهات يعني. وحش الدور الثاني الحالي طبعا استاذ بيومي فؤاد. وسيد رجب. والاثنين ابطال، بيطلعوا ابطال في بطوله مشتركه طبعا في اعمال كتير وحاجات بطولتهم. كانوا في وقفه رجاله مع بعض. ايوه كانوا مع بعض في وقفه رجاله. وقفه رجاله ده كان فكرته حلوه قوي، تجميع الاربعه دول مع بعض. وفكره انك تعمل فيلم ببطوله ناس في السن ده مش بطوله شباب. الفكره كانت صايعه. فكره جديده يعني. لا طبعا سيد رجب واستاذ بيومي فؤاد اساتذه كبار. وبحب بيومي فؤاد جدا لما بيعمل ده. انا بقى غير سلام، لما بنحب نشوف سلام في الكوميدي انا احب اشوف بيومي في الدراما. ايوه قوي، لان هو كوميديان رهيب، بس بحب اشوفه. عارف بحب له قوي دور ايه؟ دور ليتو في فيلم تراب الماس، خواجه ليتو. كان حلو جدا. وهو بيموت كده وبيشاور على طه الزهار، وهو
شاور له شايفه وعارف الغدر اللي انت هو الفيلم ده قوي. انا بعشقه ايوه مؤخرا اكتر الافلام اللي بحبها. ايوه. وانا بحب له دور في مسلسل كان في 2012 2013 كده، كان مسلسل موجة حرب اللي هو اخراج الاستاذ محمد ياسين. ما اعرفش انت شفت المسلسل ده ولا لا، بس ده من اوائل الادوار اللي عملها بيومي فؤاد كدور دراما مش كوميدي. كان عامل شخصيه شيخ كده بس منافق، فاهم ازاي؟ يعني بيطلع في البرامج ينصح ويدعي وبتاع مش عارف ايه، وهو على الجانب الاخر شخص يعني مش كويس، فبيوريك بقى التناقض في الشخصيه دي. لا كان رهيب رهيب رهيب، من اوائل الادوار الدراما اللي عملها بيومي فؤاد، وكان حلو فيها جدا يعني. مين تاني؟ حد تاني عايز تقوله؟ عايز اقول هنتكلم شويه عن البنات او السيدات اللي عملوا ادوار تانية، بس في واحد برضو بحبه جدا في الادوار التانية من نجوم الشباب او من الجيل دلوقتي خلاص بقى يعتبر مش من جيل الشباب قوي يعني، من النجوم، محمد رجب. انا يعني طبعا بتحبه؟ محمد رجب بص هو فنان عليه اختلاف، في ناس بتحبه قوي وفي ناس مش بتحبه مالهاش فيه. هقول لك على حاجه بصراحه، انا بحب محمد رجب جدا. طبعا هو بطل دلوقتي اول، وفي حاجات عملها كبطوله حلوه زي مثلا فيلم توم نيفست اشرف، انا بحب له الفيلم. يعني الفيلم ده انا بحبه جدا فيه، فاهم؟ بس انا بصراحه بحب محمد رجب في الادوار اللي كان بيعملها كبطل تاني اكتر. يعني في الباشا تلميذ كان دور رخم بس لذيذ. ما هو دي بقى الفكره. الادوار اللي كان عملها في المرحله الاولانيه قبل ما يعمل بطوله مطلقه، بحب انا بقى في المرحله دي جدا. سواء في الباشا تلميذ، في مذكرات مراهقه، في ايه تاني، في فيلم بحبه جدا ليه مع احمد عز اللي هو الحفله، ما اعرفش شفت الفيلم ده؟ طبعا. ايوه ده كان طالع ظابط، كان جميل قوي في الفيلم ده. ملاك اسكندريه برضو كان طالع دور تاني حلو جدا. وبمناسبه محمود عموني، بحب دوره في ملاكي جدا، ملاك اسكندريه. هو اللي قتل. ايوه بس محمود عموني ده كان في الحلقه اللي فاتت. فاحنا كنا نفكر الناس في حلقه يا جماعه اللي هيشوف الحلقه الثانيه بتاعت الممثلين اللي اختفوا، كنا بنقول محمود عموني ليه اختفى مؤخرا ما بيظهرش كتير. فبرضه يعني فكره ان هو كان بيعمل ادوار ثانيه في ملاك اسكندريه، كان الدور حلو جدا بصراحه. برضه فاهم قصدي؟ نخش بقى على السيدات الفنانات اللي عملوا دور تاني. انا بحب مثلا عارفه عبد الرسول جدا، وايمان السيد وليلى عز العرب. ليلى عز العرب لما ظهرت كده هي ظهرت على كبر في ألف مبروك. في ألف مبروك. بس من ساعتها وهي ما شاء الله بتشتغل كتير بالظبط، وبتدي روح لاي دور بتعمله بجد. ليها تايب كده معين جميل. ونجلاء بدر برضه. ونجلاء بدر طبعا. ونسرين امين. ايوه وميرنا جميل في اللعبه نسرين امين في حمله فريزر. بدافع بقى بحبها جدا، من احلى. انا بحب الفيلم ده جدا كله. وبحب بقى اكتر دور اللي بحبه نسرين امين هو اللي في الفيلم ده. فاهم ازاي؟ فبحبها جدا في الدور ده. برضه في برضه ممثلات عملوا ادوار تانية كانوا يعني خطيرين جدا. لو هتكلم شويه ورا شويه، عندك مثلا هالة فاخر، تحفه. تحفه. وانعام سالوسة، واللي كانت مراته في ونيس انا مش فاكر اسمها دي، سعاد نصر الله يرحمها. دمها عسل، دي فظيعه. وبرضه سعاد نصر لما ابتدت تعمل افلام شويه مع الجيل الجديد كانت حلوه برضه، كانت طالعه بس اللي كملت هالة فاخر ممثله رهيبه جدا جدا. لا يعني بحب لها حاجات كتير جدا. انتصار صح، برافو عليك. وحش الادوار الثانيه في مسلسل 80 باب وحبيتها جدا في رمضان اللي فات. وبحبها انا برضه في مسلسل ذات بتاع نيلي كريم. كانت عامله دور من احلى ادوارها يعني على الاطلاق يعني. في ذات. فمين تاني؟ فاكر حد تاني؟ لا قولوا لنا انتوا بقى. قولوا لنا انتوا مين فنانين دول تاني اللي بتحبوهم؟ شاركونا ده في التعليقات. ومين برضه الممثلين اللي انتوا شايفين ان هم لما عملوا النقله ما بين من الادوار الثانيه للبطوله مثلا زي خالد صالح كانوا يستحقوا ان هم يبقوا ابطال بطوله اولى يعني. وخالد الصاوي كمان. وخالد الصاوي برضه. سؤال كده قبل ما نختم بيه الحلقه، سؤال عرفه، ليه دايما الدور الثاني بتاع الفيلن
بيبقى محبوب اكتر من زي مثلا الجوكر مثلا، بيبقى الناس بتحبه اكتر من باتمان مثلا كده، فاهم؟ ليه دور الفيلن دايما بيتحب اكتر من البطل. مش عارف، سؤال قولوا لنا انتوا شويه. هقول لك ليه. لان قدام من وجهه نظري انا يعني ان الناس دايما بتحب الكاركتر اللي ما بيبقاش على لاين واحد، اللي هو بيبقى فيه كذا بعد للشخصيه. مش والفيلن ده بيبقى فيه كذا بعد، هو ليه مع هو مش شرير صرف. كنت لسه هقول لك عنده مبرراته وعنده دوافعه واهدافه، ان هو ما يبقاش شرير، هو بيبقى شايف ان هو بيتصرف عنده اهداف معينه فيحققها باي شكل كان، حتى لو الطريقه دي شريره او مش كويسه. بيشد الناس في الشخصيات دي، ساعات بتطغى. لما ده احنا بنتكلم الدور التاني ساعات بيبقى احلى من الاولاني، ان الشخصيه بيبقى فيها تفاصيل كتير بتطغى على شخصيه البطل. يعني انا مثلا على ده في الكوميدي او في الفيلم، لان مؤخرا دخلت فيلم الشاطر وبطل بطولة أمير كرارة، بس اللي عجبني ادينا حته شورت كده، اصل عارفه نوصها شورت كده. ادينا كده ريفيو عن فيلم الشاطر. فيلم الشاطر دخلته مع ان انا مش من المعجبين جدا بأمير كرارة، دخلته واتفاجئت لانه ضحكني كتير، ضحكني اكتر من افلام تانية لسه شايفها مؤخرا. وفي طبعا فنان مصطفى غريب وفنانه هنا الزاهد كانوا شايلين الجزء الكوميدي في الفيلم جدا. وامير كرارة ما كانش رخم خالص، ما كانش، كان بالعكس اضافه جميله جدا للفيلم يعني. حلو، كويس قوي. مؤخرا احنا كده شفنا الشاطر وشفنا احمد، واحمد برضه اللي حابب يشوف الفيديو التاني بتاع الفلوج بتاع وسط البلد هيلاقي ريفيو عن احمد واحمد برضه. مش عايزين نطول اكتر من كده على الناس. انا شايف كده ان احنا غطينا تقريبا مجموعه ممثلين حلوين اللي هم ابطال البطوله الثانيه. قولوا لنا انتوا زي ما قلنا لكم مين ابطال دور تاني بتحبوهم جدا، ومين لما كانوا يستحقوا ان هم ينقلوا لدور اول او بطل اعمال او دور ثالث اصلا، او دور ثالث. لا عوادم يلا نشوفكم في الحلقه الجديده، وايه، سلام.